ودلوقتي وصلنا لاخر سؤال. السؤال قيمته 10,000 دولار والدولار ب4 جنيه، يعني 40,000 جنيه. شوف انا هقول لك وبقول لكم ليكم كلكم يا مصريين اللي بتسمعوني، موضوع ازمه الدولار كاشفها يا جماعه. بلح يعني انا بقول اي كلام. اللي كان عشمان بكره هيلاقي الجنيه الدولار ب30 مش هيبقى ب30. يا احمد استنى، بقول لك ايه، هو موجود في السوق دلوقتي 31 32 جنيه. انا اتأثرت بوس ايدك كفايه منديلي مش معايا. والله لو قلنا من هنا للصبح هو الدولار فلت ومحدش قادر عليه. الدولار الامريكي البلطجي بلطجي، فكر ان انت بلطجي انت فاهم؟ وعمل فعل فاضح مع الجنيه. ربنا يستر على الجنيه بتاعنا. هنرقص دانس يا روح امك. المركزي كما هو واضح سيترك الدولار والجنيه في حالة مرنة يتصارعوا بقى مع بعض. خد ال5 دول وال5 دول هيبقوا 10. ولسه بقول لك عشان خاطرك انت لوجه الله ودي الدولارات البنك. لو مسكتك هنيئا لك. دولار لو بقى ب30 محدش يقول لي رغيف العيش ب5 قروش، هيبقى تكلفه الرغيف 2 جنيه 3 جنيه 4 جنيه، مفيش، الموازنه العامه ما تتحملش ده. انا ماليش دعوه، انا بغسل ايدي اهو. انت خلاص ابتدى السعر الرسمي يقرب، فانت بتطلع تاني. مين هنا؟ مين قاعد هنا؟ عايزين نبقى حول التعبير الجميل اللي ممكن ما تنساهوش، بطلوا هري بقى. هو مال الكلام عامل كده ليه يا عم والله سعيد العظيم النهارده؟ انا ما فاهم اي حاجه، لان البلح اللي عاملين يقولوا من الصبح. ادينا يعني وصلنا للوضع ان هو تقول لا يمكن، لا ممكن، لا خلاص بقى لا يمكن، يقول لك لا ممكن يا عم خلاص بقى نروح فين؟ قال لك ايه لسه في حته تتراح، لسه الجنيه عمال يمشي. 60-70% من اكلها بتجيبه من بره، فلما بتجيبه من بره هجيبه بالدولار، فلو الدولار بقى غالي كلمة إن الأسعار بتغلى دي حاجة برضو كلمة قبيحة ما نصحش نستخدمها، فقالوا لنا إحنا بنحرك الأسعار. ماشي طيب حركوا الأسعار، فحركوا الأسعار وقلت لكم قبل كده، فلما حركوها جريت فما عرفوش يمسكوها. لا معيش الموضوع واضح جدا مش هيخلص. معلش انا اسف، كان نفسي يبقى عندي معلومه افضل. انتوا خربتوا البلد وضيعتوها اكتر ما كانت ضايعه بافكاركم السوداء ومؤامراتكم. بمناسبه البلح، المشهد ده انت عندك استعداد تقول الكلام ده بتاع البلح ده؟ طبعا. مش انت لسه قايل انه بلح؟ في ملاحظة مهمة إنه ممكن ارتفاع الأسعار ده يؤدي إلى مشاكل أسرية خرافية، هيبقى فيها استخدام الإيد والقفز من الشرفات واللجوء إلى المأذون، ممكن العيال تتأذي كامل. حد بيعمل كده في بلد تعاني؟ يا انت مش مظبوط يا. فهتبقى في مشاكل، بعدين مشاكل مع الأولاد. الولد اللي كان بياخد مثلا الصبح كذا هيبقى عايز مش عايز يقول الضعف، هيبقى عايز المصروف ده يتحرك. عاد فلوس ايه؟ عاد فلوس. فالمواطن في كل طبقة عليه أن يدرس تغيير الأولويات، لأنه في موجة تضخم ستؤثر على مصر والأسعار بتزيد وده خارج عن إرادتنا. هنعمل إيه؟ عينيك مليانه حزن، في تفاصيل كتير جدا محتاج اعرفها، ولو سمحتي ما تقوليش عليا حكاك. لا طب ما احنا عارفين تقيله عليك الشيله ما تشيلش. عرفتوا بقى ليه انا مش بكرر جمله مش قد الشيله ما تشيلهاش؟ لاننا ببساطه قد الشيله واكتر. هاتي وشك. دولار مش موجود خلاص، مفيش كلام من ده. انت بتطلب مني ان انا اقول لك على الامل ده؟ انت شايف